قال لي انا عايز حاجه على مزاجك انت يا ابو ياسين، حاجه من اللي هي ايه، تخرم النافوخ، حاجه كويسه، حاجه زي الفل. قلت له يا باشا انت تأمرني، انت هتعوز ايه؟ قال لي انا عايز ديكين وبربرتين، بس حاجه على كيفك انت يا ابو ياسين، من اللي هم يظبطوا لك دماغك. قلت له يا عم عينيا. جبت له ديكين، ادي ديك اهوت، او الابيض في اسود ده تبارك الرحمن، وادي اللون الذهبي اللي ايه النادر ده. الديك التاني طبعا هما قلقانين بس دلوقتي، وبربرتين ابيض مشبحين باللون اللي انتوا شايفينه ده اهو، شايفين ظهره عامل ازاي؟ الله اكبر تبارك الرحمن. حاجه من اللي هي تعمر نافوخ اي غاوي، حاجه من الله اكبر من ابو ناهيه. دول يا باشا هتحطهم في منطقتك في السطح، يقفلوا لك الدنيا كلها. انت بس تخلي بالك، خلي بالك من غيتك، وخلي بالك من فراخك اللي فوق. بصوا انا نازل لهم تحت عشان يا دوبك اجيب اطوالهم تبارك الرحمن. انا نازل لهم على الاخر عشان اعرف ايه اظبط معاهم ايه الكاميرا. شايفين اللون يا جماعه؟ شايفين اللون تبارك الرحمن؟ شايفين ابيض مشبح ازاي؟ مش هندي، من الالوان النادره، الالوان المحترمه، اطوال الله اكبر تبارك الرحمن. حاجه يا باشا زي ما انت امنتني وحلفتني بالغالي وقلت لي انا يا باشا قضيت معاك. الشعر اللي نازل، الريش اللي من نازل منهم ده قلش يا باشا، يعني خلاص ده على وش شغل، خلاص وشه احمر والتاني وشه احمر يا باشا. دول هيدخلوا عندك العشاء، يعني بصوا هيطلع بكتاكيته وهو طالع مش في دماغه. الله اكبر. حاجه هتدعي لي يا باشا، وربنا يملاهم لك بركه يا رب العالمين. ده اللي واخدهم مني واحد اسمه الحاج خالد من المنيب، زي الفل. احنا عايزين صيتنا يوصل للمنيب ان شاء الله، ودول ان شاء الله يرفعوا راسي، وباذن الله هيسمعوا لحد الحوامديه هنا. احلى مسا عليكم اصحابي واخواتي. الرجاء منكم الاشتراك واللايك والشير، صلوا على حبيبكم سيدنا النبي. واللي محتاج منكم حاجه يا شباب يقول لي، وانا مش هتاخر ابدا، واحنا اقل الاسعار واحسن الجوده باذن الله. وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.